ليه تلعب اوفر واتش وما تلعبش فالو؟ هقول لك انا ليه. سبب بسيط جدا، هتديك ايه على فالو؟ ابديت يا باشا، ابديت لسه عامل لها ابديت من يومين يا باشا، محتاجه استنى. انت بتعمل ايه؟ عامل لها ابديت من 3 4 ايام، محتاجه ابديت تاني. تفهمش عايشه على النت ولا ايه؟ حرفيا يعني، وبتسأل في باقي اخر الشهر راحت فين يا جدع؟ انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ مجنون انت ولا ايه؟ دي كده بقى هوبا اهو يا باشا، ابديت من شهر، ابديت من شهر، اقدر احمل بري ابديت اهو. اهو يا باشا قدامك بري ريليس اهو، اهو في ابديت متاح اقدر احمله يعني بتاع السيزون الجديد. مديني مهله اللي انا احمله 10 ايام ولا حاجه. ما تفهمش انا بقى فالورنت دي مجنونه ولا ايه؟ اهو اه يا باشا ابديت اقدر احمله دلوقتي، بكره، بعده، في اي وقت طبعا، لحد ما السيزون الجديد يبدا. اه يا باشا حنفي الجو حر، معلش يا حنفي استحمل معايا. طب تعالى دلوقتي هنشوف اهم الهيرو في اوفر واتش كده، هشرحها على السريع وبعدين ايه انتش لنا كام جيم. يا لهوي البنج ده، البنج ده، البنج ده، هي اتصالات دايما بتمس علينا. ماشي، هتلاقي عندك تانك، دي بي اس، وهيلرز. ابتدي بالتانك. يعني مش كل الهيروز على فكرة مفتوحين، يعني الهيروز المفتوحين معاك مجانا هنا في التانك راينهارت، زاريا، اوريسا، يعتبر اهم تانك هنا اساسا. ده بيتفتح بعد 40 جيم ولا حاجة. ده برضو فري، بيتفتح بعد 15 جيم، بيتفتح بعد 20 ولا برضو مش عارف 15 جيم، بيتفتح من تالت جيم برضو مجانا، بيتفتح بعد 30 جيم ولا حاجة. دي دلوقتي راماترا وجانكر كوين هما اللي بمهمات، لازم تعمل مهمات عشان تفتحهم. تفوز 35 جيم كتانك. انت عشان تفتح اي مهمات للهيرو بتدوس على الشالنجز هنا فوق، تدوس على الهيرو، بعد كده تدوس مثلا على الهيرو اللي انت عايز تعمل الشالنج بتاعه، كيروكو مثلا، وتدوس اكتيفيت شالنج. تعالى كده تشوف واحد مش عامله زي ده مثلا، وتدوس كده اكتيفيت شالنج. هتخش التريننج، هتستخدم الابيليتي بتاعته مش اكتر، اللي هو تهيل، تشد، تضرب، بتاع الكلام ده، تستخدم كيو بس مش اكتر. باك نفس الكلام في بقى الهيرو على فكرة، راماترا كله نفس الكلام. وكيروكا بس في زيادة عنها حاجة، ان هي بتقدر تطلع على الحيطة، تنط يعني تطلع على الحيطة تتسلقها، فانت هتقوم تشوف حتة كده تقوم جاي تفضل داس مسطرة هتلاقيها بتطلع فوق معاك عادي. بس هي دي الحتة الزيادة نسيت اقولها بس. إيه طيب تعديل بسيط بس، الاريا بقت تتفتح من 50 جيم لعب والفوز بدبل، يعني من 25 جيم وين، او تلعب 50 جيم عامة يعني خسارة، بس اكيد مش تخسر يعني 50 جيم هتكسب فيهم. كيركو بقت تتفتح من 10 جيم بدل 35. جانكر كوين برضو نفس الكلام، تتفتح من 10 جيم. سوجورن راح فين بس لسه ملعبش بيه برضه. برضه لازم تكسب 10 جيم، فده تحديثات السيزون الجديد يعني. الدي بي اس برضه معظمهم فري، مفيش غير راحت فين عشان مبلعبش بيه. اهو سوجو حلقة من الناحية التانية اهو يا غلا امشي انت من هنا، لا حلقة عليه من هناك انت تمسكنا هنا. ده مهم برضه، لازم تكسب 35. انت في الاول كده هتخش تجرب، انت عايز تبقى دي بي اس، تانك، هيلر، تقعد بقى تلعب لحد ما تختار الرول المناسبة ليك يعني. الهيلرز هنا هما مش بيهيلوا بس، بيهيلوا يدمجوا، يعني اكتر حد بيدمج فيهم مويرا وزينياتا. والهيلر الجديد البيضان ده لازم فلوس يعني تشتريه لو انت من ايجيبت يعني. برضو بتدمج بريدج بنت عمك راينهارت. انا برضو بتدمج على خفيف. تعال نشرح كده اوريسا. كل هيرو عشان تعرف الابيلتي بتاعته هي مكتوبة تحت على اليمين اهي، مش محتاجة حاجة يعني. الشيفت والاي وكليك يمين او تدوس اف واحد. هشرح لك باختصار اكتر. تعالى الاوريسا كده، تقعد تضرب لحد ما الشريط ده يتملي على الاخر، ترجع تعمل زي ريلود تاني كده.
كليك يمين بترمي زي رمح او بترمي رمح حرفيا. الاي بتعمل زي ما انت شايف كده مروحة، وبتبوش اللي قدامك بتزنه في الحيطة اللي في اي حتة، تقوم ضربه بالرمح بعدها. الشيفت درع تقريبا الدمج عليك بيقل جامد جدا جدا جدا، ممكن تسد كام الت بالشيفت دي اوريسا يعتبر اهم تانك هتبدأ بيه. دي فدي بقى حبيبة الكل، شيفت يا باشا وطير. الضرب بتاعها ضرب ما لا نهاية، بس طبعا ضعيف سيكا يعني، فاهم؟ اضعف من اوريسا اكيد، بس بتاخد ميزة جامدة جدا، بقول لك الضرب لا نهائي. الاي بتضرب ضرب زيادة يعني معاك، طلق زيادة بتطلع معاك. كليك يمين درع تشفط الضرب. احنا مشرحناش الالت. انت بتقول ايه؟ ثواني نشرح الالت دي وبعد كده نشرح الت اوريسا. تمام. الت اوريسا قنبلة كده بتنفجر، كل اللي بيشوفها بيموت. استمتعنا كده. 1 2 3 هموت. بس لو استخدمتها هنا كده ترجع تاني الروب بتاعك وهتنزل. لو استخدمتها هنا كده الاتنين دول اللي هيموتوا عشان هيشوفوها وحاجة دي لأ. بس انا برجع استخدم الالت بتاعت اوريسا تاني وبرجع. طب دلوقتي الالت بتاعت اوريسا هتدوس كيو، بتجمع كل اي حد في الدايرة دي حواليها، تشحن باور وبتدمج. طبعا كل ما تشحن كل ما كان احسن. طبعا مثلا اهم تانك تبدأ بيهم زاريا، اوريسا، وديفا. اهم بقى دي بي اس تبدأ بيهم هنا سولدر، ريبر، تورب. جنجي صعب جدا، حتى متعرفش العب بيه، ولكن جنجي خطير جدا جدا جدا. السولدر الشيفت بتجري، الاي بتهيل، كل اللي في الحتة دي كده هتهيل. طبعا كليك يمين بتضرب قنبلة كده. الالت بتاعت سولدر اهم حاجة تكون ريلود بس قبلها، انا مكنش ضارب طلق. تمام، هتستخدم الالت اوتو ايم. اوتو ايم يا باشا، اوتو ايم يا باشا، اوتو ايم يا باشا. تشتغل تاك دماغك. طيب تاني اهم دي بي اس ريبر مدى قريب، مش زي سولدر مدى بعيد. بص سفاح من مدى قريب، كل ما كنت قريب اكتر كل ما كان سفاح اكتر. بص ضربة من قريب، بس كده شوية قلت حتى للنص. تعرف حاجة يكون معاك، مش حاجة يكون قلبك ميت وتعرف تلعب بيه. الابيلتي بتاعته الشيفت بتختفي طبعا، عشان انت مدى قريب بتحتاج ان انت تهرب كتير. ولا استنى الاي بتاعته انتقالاني. لا بتنتحر. Surprise, motherfucker. طب عايزين نرجع هناك. ريبا عايزين نرجع هناك. انت عبيط يا ابني. عمي الالت بتاعت ريبر اتفرج كده، جامدة جدا. كل اللي في المربع ده حرفيا كده كان مع السلامة. طيب اهم هيلر تبدأ بمويرا، الشيفت بتاعها نفس الاي بتاعت لا مش قوي يعني. الشيفت بتاعت مويرا بسرعة وبتطير كده سيكا بتختفي. كليك يمين بتدمج، كليك شمال بتهيل. كليك يمين بتدمج، كليك شمال بتهيل. هتدوس ايه هيطلع لك ايه؟ كورتين، كرة هيل وكرة دمج. تعالى هنا بقى، يعني تعالى نهيل اهو. كليك شمال بتهيل، كليك يمين بتدمج. لو دوست فيها هيطلع لك كورتين، كرة هيل وكرة دمج.
لو استخدمت كده بيرمي كورة دمج بالدمج اللي قدامك. بص نفس الكلام اللي عملتها مع الهوا، هيلت الاتنين. طبعا هي بتكمل في طريقة الكرة اللي انت بترميها. الالت بتاعت مويرا، انت تستخدمها تدي زي دمج وهيل لا نهائي، تخترق خصومك واعدائك. انا بس بتخترق كله، بتخترق اهو، بتهيل اصدقائك ودمج اعدائك. ميرسي دي هيل بس، هيل خالص. الهيل بتاعها طبعا اقوى من مويرا، وهيل على طول ما بيخلص. اللي بتاعها بتريفايف اللي قدامك، يعني ده لما يموت هوريكم. لو استخدمت شيفت مع كنترول بتطير موت. اللي بتاعها ريفايف، رجع تاني معاك 30 ثانية بقى وحلنا. بس والكيو بتاعتها بتطير فوق خالص وتهيل. الهيل بيزيد وده اسمه ده نسيت اقول لكم ان كليك يمين بتدمج، يعني كليك يمين ثاني، كليك يمين مش بتدمج، بتدي بوست دمج. بص بقى يضرب اقوى. هو شرح مفرطش بس يلا مش مشكلة، يعني فاهمين. بس يعني هي دي اهم الشخصيات اللي تبدأ فيها. تعالوا نبدأ بقى جيم، اشرح لكم المبات، اشرح لكم تعمل ايه والكلام ده.